كابتن محمد، انت شايف انت فعلا كنت خلاص كنت على وشك الذهاب الى نادي الزمالك، وفعلا كدت ان توقع على عقود؟ طبعا. انا قعدت مع مسؤول الزمالك مرتين. المره الاولى كان معايا صاحبي مجدي محمود. مجدي عابد؟ لا، مجدي عابد ده صاحبي واحنا صغيرين، هو اللي وداني اختبارات الترسانه، وكان له دور كبير ان انا ابدا مشواري مع الكوره يعني. مجدي محمود ده صاحبي صاحبي المقرب يعني. هو زملكاوي، فهو عارف ان انا عاوز اروح الاهلي. فكان الاهلي لسه ما اتكلمش مع الترسانه ولا اتكلم معايا، فقعدت مع المسؤول في الزمالك مرتين. المره الاولى كل ما اقول حاجه اقول يقولوا ماشي، اوكي. اي طلبات بتطلبها مجابه. فده برضو يعني كان فرقه الزمالك ساعتها كانت فرقه كبيره وفرقه الاحلام، وكان طبعا نادي الزمالك نادي كبير ومحترم واي واحد ان هو طبعا له شرف ان هو يلعب في نادي الزمالك. فانا تاني مره قلت له طيب، قلت لهم انا ان شاء الله هصلي صلاه استخاره واستخير ربنا سبحانه وتعالى. فاستخرت، يعني ما حسيتش ان انا مستريح. فتاني مره قلت لهم انا مش مستريح، وانا خلاص انا هقعد في الترسانه. وده الكلام موجود والناس كلها عارفاه. بعدها في نفس اليوم بالليل مجدي محمود جاله تليفون من الباشمهندس عدلي، وقال له احنا عاوزين محمد يبقى معانا. فروحنا قعدنا، وما حصل كابتن عدلي وكان الكابتن حسام البدري موجود. فحصل اختلاف لحاجات معينه، حاجات بسيطه يعني. فنزلنا. ما اتفقتوش؟ ما اتفقناش. فنزلنا. فخلاص جه تليفون تاني لمجدي كابتن الخطيب. فقال له لا انا عاوز اشوف الولد. نفس اللفظ كده. قال له الولد بيحب النادي؟ قال له هو بيحب النادي وهو عاوز يروح للاهلي. فقال له خلاص تعالى. كان الكابتن الخطيب عنده فرح في مدينه نصر، فرحنا له بالعربيه، فمجدي هو اللي قابله لوحده. وبعدين يعني دخل الفرح قبل جوه، وانت كنت مستني في العربيه؟ انا كنت مستني بره. فهو مشي بعد خرجوا هما الاثنين من الفرح، وبالظبط وقفوا العربيه، فانا ركبت ورا في ورا. كان الكابتن الخطيب هو بعربيته هو ومجدي. فقال لي خد امضي على العقود دي. لا انت اول هو ده الاول يعني لقاء. اول وهله كده قال لك اول وهله قال لي خد امضي، رحت ماضي. الموضوع انتهى. طيب لا انا الكابتن الخطيب من الناس اللي انا بحبها جدا. طب هو قال لك خد امضي بايه بقى؟ خد امضي بالايه؟ بالقلم ده؟ هو القلم ده؟ لا مش القلم ده. زي القلم ده، انت خدت القلم بقى احتفظت بيه؟ لا انا خدت حاجه احتفظت بيها. هو ما انا هقول لك الحكايه اهو. الحكايه رحت ماضي. ايه احسن تكون خدت العربيه احتفظت بيها. لا هقول لك. خدت العقود ومضيتها. ما شفتش بقى العقود اتفقوا ولا ايه ولا كان يعني اول ما شافك الكابتن خطيب قال لك ازيك عامل ايه؟ قال لي ازيك عامل ايه؟ ازيك يا ابني؟ طبعا ازيك يا ابني وعامل ايه؟ انا بحبه جدا. فخد امضي العقود دي. فانا مجدي مش قال لي مش استنى ما نشوف اتفقنا عليه. قلت له لا. هو كابتن خطيب ليه كاريزما وليه هبه كده معينه. وانت كنت اول مره تشوف الكابتن خطيب؟ اول مره اشوفه على الحقيقه. ما شفتوش قبل كده؟ لا هو كان سايق العربيه ومجدي جنبه وانا وراه. طيب ما انت معذور لازم تمضي. هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ لا من الناس اللي انا بحبها جدا. فهو اللي شدني، هو كلم مجدي قال له الولد بيحب النادي. هو عايزنا ولا لا؟ الولد بيحب النادي. قال له فجيت فرحت ماضي وخلاص. فهو كتب، هو بعد ما مضيت قال لي يا ابني عشان تضمن حقك، تضمن حقك انا هكتب لك شيك من حسابي الخاص. فكتب الشيك كابتن خطيب من حسابه، الشيك مكتوب عليه اسم كابتن الخطيب. فانا خلاص اتفاق اللي احنا خلاص هبدا من اول السنه مش هروح في يناير. فهم عملوا مفاوضات مع نادي ترسانه وباشمهندس حسن فريد، فالموضوع خلص. بعدها بشهر ولا شهر ونص لقيت كابتن الخطيب بيكلمني
يا ابني ما صرفتش الشيك ليه؟ انت ما صرفتوش من ساعتها؟ لا ما صرفتوش. نسيت ولا ايه؟ مش هنسيتش، احتفظت بيه. احتفظت بيه ذكرى. يبقى الشيك اللي خدته ذكرى. قال لي يا ابني انا براجع الحسابات، قالوا لي ما صرفتش الشيك، مش هتصرف الشيك. قلت له انا هحتفظ بيه يا كابتن. قال لي صوره احتفظ بيه. بس الحقيقه كابتن ابو تريكه يعني فدي يعني ده هو بس عشان اوضح للساده المشاهدين ان ابو تريكه لما كان مع كابتن عادل القيع وكان مع كابتن حسام البدري ما كانش الاختلاف في مسائل ماليه، يعني كان في اختلاف في اشياء ثانيه في الانتقالات ومده الانتقال والكلام ده كله. كمل يا كابتن محمد. فقال لي انت تحتفظ يا ابني ما تصور التشيك وتحتفظ بالصوره. قلت له حاضر يا كابتن. ومن ساعتها يعني انا بحب النادي، بحب الكيان. انا يعني اهلي كلهم اهلاويه، ووالدي ووالدتي يعني في خلال مفاوضاتي مع نادي الزمالك، نادي الزمالك ناس بحترمها جدا، وجماهير نادي الزمالك يعني بحبهم جدا. انما في نفس الوقت انت بيبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني مخطط لك حياتك، او معنى ذلك ان هو يعني اضرب الغيب منك. فانت دايما بتمسك دام انت قلقان او تايه او مش عارف تاخد قرارك، فبتستخير ربنا سبحانه وتعالى. فاعتقد ان الاستخاره كان لها دور كبير، وده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الاستخاره والاستشاره ده مهم جدا يا كابتن طبعا. محمد. والحقيقه طيب انت النقله دي من نادي الترسانه النادي الاهلي، فانت لعبت اول مباراه مع النادي الاهلي امام نادي الترسانه. المباراه دي يعني انت احرزت فيها هدف، ودي كانت في 2003 2004. طبعا يعني موقف صعب شويه ان انت تجيب في النادي اللي انت اتربيت فيه وعمل اسمك وهو كان بوابه لانتقالك للنادي الاهلي والمنتخب مصر، فكان شعورك ايه؟ هو طبعا اللي مهد لي الامور دي مستر مانويل. مستر مانويل برضه كان له دور كبير معايا في بدايتي، وما زال هذا الدور مستمر. راجل ساعدني جدا في حياتي الفنيه، ودايما كان له استشارات ممتازه، مش ممتازه يعني حاجات بيبقى له نظره مستقبليه كويسه جدا. قبل الماتش ده فكان جاي صاحبنا يعني بيطمن على الاحوال بتاع الفرقه وبتاع، فهو قابل مستر مانويل قال له انا عاوز اقابل ابو تريكه. قال له لا سيبه عشان بكره عنده ماتش حساس. كان اول ماتش حساس، وده كان كابتن فرقته، فلازم احنا نساعده على الهدوء ونساعده على التركيز. فدي حاجات بسيطه مهدت لك ان انت تبقى ناجح. اول ما جبت الجون انا يمكن انتقدت ان انا فرحت جدا، بس ده انا بقول ان الترسانه كان له دور كبير جدا في تقديمي للمساحه. انا فاكر الكابتن هيثم فاروق كان بيلعب ساعتها في الترسانه، وانا كنت بلعب تقريبا المباراه دي كان في 2003 2004، وهيثم يعني لو يا ريت الكابتن هيثم فاروق لو يعمل معانا مداخله، لان الكابتن هيثم كان ليه موقف كده غريب قال لك الواد اتحول. قال لك في لحظه حبيت النادي الاهلي ونادي الترسانه بقى يعني. لا فدايما هو دايما الحب هو اللي بيحرك الانسان. يعني انا دايما يعني شويه حساس، يعني بميل للعواطف شويه. انا بحب النادي من اهلي من صغري، بشجع النادي من صغري، فانا بقول دايما الحب الاكبر طغى على الحب دي صوره يا كابتن محمد وانت بتلعب مع في الترسانه وده طبعا في كابتن حسين شكري وبعض اللعيبه طبعا وعلاء نوح واحمد عبد الظاهر ده مجموعه واحمد حسن لعيبه طبعا لعبوا كمان دولي بشكل كويس. والكابتن الله يرحمه شريف إكرامي رحمه الله عليه، ابن الكابتن إكرامي وشقيق شريف إكرامي بيلعب في الترسانه. فالحقيقه فده كان في ماتش الاهلي والترسانه. الماتش ده كان غير مذاع، اتغلبنا فيه مهند البوشي من سوريا. طبعا مهند طبعا من العناصر المميزه جدا اللي احترفت في النادي الترسانه. عماد ايوب طبعا اللي جنب حسين، وعلاء نوح اللي جنب مهند البوشي. فكل الماتش ده بقول لك حضرتك كان قبل ماتش الاهلي ما يروح الترجي، يلعب الترجي في الدور قبل النهائي بطوله افريقيا بجون الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي 1-1. الماتش ده كان البروفا الاخيره والاهلي كسب الترسانه 2-0. طب يا كابتن محمد احنا عندنا طبعا ما شاء الله على الفيسبوك في برنامج كرة على الهادي نازل طبعا محبيك ودايما عايزين يتواصلوا معاك، نازل كلام كتيره جدا قدامي على الفيسبوك يعني